هل الآلة توف؟ اكتبوا الجواب الصحيح. بنبسط كتير لما بوزع مقاطع فيديو للي عنده شغف يسمع الموسيقى أو بيعشق الآلات. بانتظار أجوبتكم. بدي الكومنتات تنفجر، ووزعوا هذا المقطع على أكبر عدد ممكن من الأصدقاء منشان هن كمان ياخذوا المعلومة كمان، وفعلوا الجرس واشتركوا بالقناة منشان يوصلكم الجواب إمتى هو التوف للآلة. شهر. اهلا وسهلا بكم اصدقائي احبابي، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير ومناح. معكم اخوكم سيرفس. عشان اليوم رجعت لكم بمعلومة كتير مهمة، اللي هو هل للساز او البزق او الطنبورة او البغلمة توف؟ طبعا التوف هي كلمة ألمانية. التوف بمعنى انه مثل فحص عام، يعني مثل ما الإنسان بيروح عند الدكتور كل مرة مثلا بيعمل فحص عام، إن كان لكل أعضاء جسمه أو للدورة الدموية أو لأسنانه مثلا فحص. فكمان الآلات، هل الآلات كمان فحص عام؟ مثلا لازم أنا مثلا كل فترة وفترة أخذه عند الدكتور أو للورشة إنه يشوفوا إذا فيها عيب؟ هذا الخبر حكى لي امبارح الصانع الساس تبعي بعد ما اشتقت له من زمان، بوصل له السلام. فخبرني انه ايه في له توف، وانه لازم ارجع له اياه. الزمن ما راح اقوله لانه الزمن شايلكم اياه مفاجأة. راح اسألكم هذا السؤال، انه هل له توف؟ هي قلتها ايه، او انه هل لازم يرجع للصانع مثلا يشوف انه اذا فيها عيب او اي شيء او يفحصه. فسؤالي لكم، الساز الآلة لازم ترجع عند المصلح يشوفها فحصها، بس امتى؟ طيب مشان ما اصعبها عليكم كمان راح اعطيكم 3 خيارات، وبدي منكم تفجروا الكومنتات من التعليقات، واللي بيجاوب صح، اللي بيجاوب صح هديته عندي ورح اعمل له اياها مفاجأة باذن الله. 3 سنين، 2 سنة، او 6 شهور. طيب هي عملتها 4 خيارات بدل 3. 6 شهور، سنة، 2 3. جاوبوا أصدقائي. اللي منكم بيجاوب صح هديته عندي ومفاجأته عندي، وإن شاء الله طبعا هي كمان يعني معلومة مهمة إلكم كمان، بس يعني رح أبخل عليكم وما رح أعطيكم الجواب السريع والنهائي. بالعكس أنا رح أنتظر مفاجأة منكم، إنه اللي منكم بيعرف صح. تمام أصدقائي، هاي بس إنه حبيت أوصلكم فكرة. وطبعا ليش مثلا بده إنه أرجع للصانع؟ ها طبعا انا بعرف صعب كتير، مثلا ما كل واحد باوروبا بامكانه يرجعوا مثلا لتركيا، مثلا اغلب الصناع هن بتركيا. تمام، بعرف الشغله يعني شوي بعيدة عن المنطق، بس انه بدأ لانه هو من الاخير خشب، يعني خشب. تمام اصدقاء، بعد فترة يعني بينحني، ان كان يمين او يسار او لفوق او لتحت لقدام لورا. خشب بيتأثر بالجو بالمناخ، وخاصة هون عنا بأوروبا يعني بيتأثر. فمن شان هيك لازم يرجع عند الصانع. وإمتى بيبين العلامات إنه بده أو لازم يرجع؟ لما بتسمع أنت العلامة مو صافي بيطلع فيها ما بعرف كيف بدي اشرحها، بس نحن بالكردي نقول له بيطلع منه تشظة، او يعني ما بتكون نشاء، ما بتكون على، يا اخي بلا بتصير نشاز مو بتشظة. مثلا العلامة صافية مثلا، انا شايف العلامات هون كلها سليمة. هلا تبعيتي ما بدها توف وما بدها انه ارجع للصانع، بس انه
له معيار محدد لازم يرجع. فالمهم لما تسمع العلامة مو صافية، مثلا راح أعمل المقصود، هلا عندي عم بيطلع العلامة صافية، عفوا عم تعطيني الرنة النظامية، بس في حال ما أعطى نظامي راح يكون هيك مثلا، هيك. إذا عطت العلامة هيك مثلا، سمعين؟ في شيء مو صافي، ها، مو مثل لما أعزف أنا من هون. هون لما سمعتوا صوت الآلة صارت هيك، فالشغلة صار لازم إنه ترجع عند الصانع و يعمل لها فحص. وطبعا التشظي هاي او النشاز هذا او العيب اللي موجود فيه مو سهل، مو بامكان اي انسان. طبعا في حالات راح احاول اشرحها بمقاطع فيديو اكثر، مثلا ان كان الزند مقوس لقدام او لورا، في حال صعبة مثلا ارجعها تركيا كاسعافات اولية شو فيني اعمل للآلة. فهاي المعلومات راح اوزعها باذن الله. بس مثل ما قلنا نرجع لموضوعنا، هل الآلة توف؟ نعم. وإمتى هي تكون؟ أعطيتكم أنا 4 خيارات: 6 شهور، سنة، سنتين، 3. تمام أصدقائي؟ اكتبوا الجواب الصحيح. و... وأنا كمان صار عندي فضول أشوف يعني كيف راح يكون ردة فعلكم أو تفكيركم. تمام أصدقائي؟ ما راح أطول عليكم بالحكي. بنبسط كتير لما بوزع مقاطع فيديو للي عنده شغف يسمع الموسيقى أو بيعشق الآلات. أصدقائي وأحبابي، هذا كان كل شيء لليوم، بانتظار أجوبتكم. بدي الكومنتات تنفجر، ووزعوا هذا المقطع على أكبر عدد ممكن من الأصدقاء منشان هن كمان ياخذوا المعلومة كمان، وفعلوا الجرس واشتركوا بالقناة منشان يوصلكم الجواب إمتى هو التوف للآلة. تمام أصدقائي، هذا كان كل شيء لليوم. دمتم بأمان الله أصدقائي. باي.